فيلمنا بيبدأ بطفل صغير اسمه أندي، وبيكون مجمع لعبة حواليه وبيلعب بيهم. بس في لعبة واحدة أندي بيفضلها، وبيكون اسمها وودي. وأندي بيفضل يلعب معاه طول اليوم لحد ما مامته بتنادي عليه عشان يحضر معاها تجهيزات عيد ميلاده. فأندي بيسيب وودي لوحده، لكن بنلاقي وودي بيقدر إنه يتحرك ويتكلم كمان، وباقي لعب أندي بيتحركوا زيه، لكن بيمثلوا على الأطفال إنهم مجرد ألعاب. وبيعمل وودي اجتماع لكل الألعاب، وبيقول لهم إنهم لازم يخلوا بالهم من بعض كويس عشان لما ييجوا ينقلوا البيت الجديد محدش فيهم يضيع. وفي وسط الكلام بيعرفهم إن النهاردة عيد ميلاد أندي، فكل اللعب بتخاف عشان اللعب الجديدة ممكن تيجي وتاخد مكانهم، وأندي هيلعب باللعب الجديدة وهيرميهم. لكن وودي بيهديهم وبيقول لهم إن أندي مش هيتخلى عنهم مهما حصل، لكن بيقلقوا أكتر لما بيلاقوا أصحاب أندي جايين ومعاهم هدايا كتير. فودي بيطلب من العسكري إنه يروح يشوف الهدايا اللي صحاب أندي جابوها عشان يطمن باقي اللعب. وفعلا بتروح العساكر وبياخدوا اللاسلكي معاهم عشان يعرفوا يتواصلوا بيهم، وبيستخبوا في الزرع عشان محدش يشوفهم، وبيراقبوا كل الهدايا وبيبلغوا وودي إن الهدايا مفيهاش ألعاب. فبيفرحوا كلهم، لكن فجأة الأم بتقدم هديتها لأندي، وقبل ما يعرفوا إيه الهدية الديناصور ريكس بيوقع اللاسلكي، ومرة واحدة أندي وأصحابه بيطلعوا الأوضة، فكل الألعاب بترجع لمكانها وبيرجعوا جماد تاني. وأندي وأصحابه بيدخلوا الأوضة وهم مبسوطين جدا، لدرجة إنه بيرموا وودي من على السرير وبيحط مكانه اللعبة الجديدة. وبيخرجوا من الأوضة تاني وبنلاقي إن اللعبة الجديدة دي رائد فضاء، وبتبدأ تتصرف إنها جاية من كوكب تاني فعلا. ولما وودي بيجي يكلمه وبيرحب بيه في أوضة أندي بيخاف منه وبيحاول يضربه بالليزر اللي بيكون ضوء عادي أصلا. ولما رائد الفضاء بيشوف وودي لابس زي المأمور بيعرفه بنفسه وبيقول له إن اسمه باز لايت يير، أو باز يطير، وإنه جاي ينقذ كوكبهم. لكن وودي ما بيكونش فاهمه، وبتيجي باقي الألعاب وبترحب بيه، وبيندهشوا كلهم لما بيشوفوا الأنوار والزراير الكتير اللي فيه، وبيتريقوا على وودي إنه ما عندوش الحاجات دي. فوودي بيقول لباز إنه ما يقدرش ياخد مكانه عشان هو لعبة أندي المفضلة. فباز بيقول له إنه مش لعبة، وإنه رائد فضاء، وإنه يقدر يطير كمان. فودي بيتحداه إنه يعمل كده، وفعلا باز بينط من على السرير وبيقول جملته المشهورة إلى اللانهائية وما بعدها، وبيتزحلق وبيمسك في لعبة في السقف وبيفضل يلف بيها لحد ما بينزل على السرير تاني، وبيوريله إنه يقدر يطير فعلا. لكن وودي بيقوله إن ده مسموش طيران، وإن اسمه وقوع بشياكة. لكن كل الألعاب بتبقى فرحانة بباز ومهتمة بيه، ووودي بيبان إنه غيران منه. وبتعدي الأيام وبنلاقي إن أندي بيهتم بباز أكتر من وودي، وإنه شال كل صوره وحط صور باز، فده بيخلي وودي يغير من باز أكتر. وبنلاقي إن باز بيساعد كل اللعب أكتر من وودي. وكمان أندي بيسيب وودي في صندوق اللعب وبياخد باز في حضنه وهو نايم. والصبح وودي بيروح يتخانق مع باز عشان بقى واضح إنه خد مكانه في كل حاجة، وبالغلط بيفتح الخوذة بتاعته. ففي الأول باز بيفتكر نفسه بيتخنق، لكن بيلاقي إنه يقدر يتنفس عادي في الكوكب بتاعنا. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، ولما بيبصوا من الشباك بيلاقي إن الولد الصغير سيد بيفجر ألعابه، وباز بيكون عايز ينقذه. لكن وودي بيقوله إن سيد على طول بيعمل كده، وإنه أحسن حاجة إنهم هينقلوا كمان يومين. وبعدها أندي بيكون بيلعب بودي وباز، لكن بتيجي أمه وبتقوله إنهم هيتعشوا النهاردة في مطعم البيتزا، وبتقوله إنه يقدر ياخد لعبة واحدة بس معاه. فوودي بيفكر إزاي يخلص من باز عشان يروح هو مع أندي، فبيخلي باز يساعد لعبة واقعة ورا المكتب عشان يوقعه هو. لكن الخطة بتفشل وفي كرة عملاقة بتقع على المكتب، وبسببها باز بيقع من الشباك، وكل الألعاب بتفتكر إن وودي هو اللي رمى باز من الشباك. فوودي بيحاول يشرح لهم اللي حصل، لكن محدش بيصدقه. ولما بيجي أندي عشان ياخد باز ما بيلاقوهوش، فبياخد وودي وبيمشي. لكن بنلاقي إن باز لسه عايش، ولما بيشوف أندي واخد وودي بيجري على العربية وبيركب معاهم قبل ما يمشوا. لكن وهم في الطريق بيقفوا في محطة بنزين وبينزلوا من العربية، فباز بيروح لودي اللي بيفرح جدا إنه لسه عايش وبيعتذر له عن اللي حصل. لكن باز بيهاجمه وبيقعوا هما الاتنين من العربية وبيتخانقوا. لكن فجأة بيرجع أندي للعربية وبيسيبهم هما الاتنين وبيمشي، وودي بيزعل جدا عشان هو بقى لعبة ضايعة ومش هيعرف يرجع للبيت تاني، وبيلوم باز لأنه السبب في إنهم يسيبوا العربية. لكن باز بيقوله إن المجرة كلها في خطر وإنه لازم يحميها من الأعداء. فوودي بيتعصب عليه
وبيقول له إنه مجرد لعبة وإنه مش رائد فضاء ولا حاجة. فباز ما بيهتمش لكلامه وبيسيبه وبيمشي، بس وودي بيلاقي عربية رايحة لنفس مطعم البيتزا اللي كانوا رايحينه، فبينادي على باز عشان لو رجع من غيره الألعاب مش هتصدقه. فبيقول لباز إن في سفينة فضاء هنا يقدر يروح بيها لكوكبه عشان يركب معاه، وفعلا بيركبوا العربية اللي بتوصلهم لمحل البيتزا، وبيقدروا إنهم يتسللوا للمكان. وبينبهر باز جدا لأنه بيبقى فاكر إنه في محطة فضاء فعلا، وبيقدر وودي إنه يلاقي أندي، لكن باز بيسيبه وبيركب في صاروخ بتاع ألعاب. فوودي بيروح عشان يرجعه، لكن بيلاقي إن الولد الشرير سيد بيلعب اللعبة، وبيقدر إنه ياخد باز وودي وبيحطهم في شنطته وبيرجع بيهم للبيت. ولما سيد بيقابل أخته بياخد اللعبة بتاعتها وبيمثل إنه دكتور وبيعمل عملية، وبيقدر إنه يبدل راس اللعبة بتاعت أخته براس ديناصور، وبيكون شايف إن شكلها كده أحلى. ولما وودي وباز بيشوفوا اللي عمله بيخافوا أكتر، ولما وودي بيحاول يهرب بيلاقي ألعاب تانية سيد عمل لها تعديل، وبياخدوا اللعبة اللي لسه عاملها، وودي بيخاف منهم عشان مفكرهم بياكلوا اللعب البايظة. وفي الوقت ده أندي بيرجع البيت وبيكون زعلان جدا لأنه مش لاقي باز ولا وودي. وتاني يوم الصبح بيستغل وودي إن باب الأوضة مفتوح وبيحاول يهرب هو وباز، لكن بيلاقي إن الكلب بتاع سيد نايم على السلم، وبالغلط وودي بيطلع صوت، فالكلب بيصحى وبيجري وراهم هما الاتنين وبيهربوا منه. لكن باز بيشوف إعلان في التلفزيون عن لعبة باز يطير، وبيتصدم إنه مجرد لعبة وإنه ما يقدرش يطير كمان، وإنه في ألعاب كتيرة زيه، وبيحزن جدا إنه مجرد لعبة. ولما بيحاول يثبت لنفسه إنه بيعرف يطير ما بيقدرش وبيقع على السلم، وكمان دراعه بيتكسر. وبتقدر أخت سيد إن هي تلاقيه، ووودي بيدور عليه وبيلاقيه مع أخت سيد، فبينادي عليها وبيقلد صوت مامتها. ولما بتمشي بيروح ياخد باز، لكن باز بيرفض يروح معاه وبيبقى حزين جدا لأنه عرف حقيقته. لكن بتيجي فكرة لودي وبيرجعوا لأوضة سيد تاني، وبينادي على اللعبة التانية من الشباك، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوا وودي، فبيرمي لهم حبل عشان يعدي بيه. لكن بطاطس بيقول لهم ازاي عايزينه تاني بعد اللي عمله في باز، فوودي بيقول لهم ان باز هنا معاه. ولما بيطلب منه يجي ويكلمهم باز بيكون في عالم تاني خالص وبيرمي لوودي دراعه المكسور. ولما الألعاب الباقية بتشوفه معاه بيتصدموا وبيرموا الحبل من الشباك، ووودي بيلاقي إن ألعاب سيد متجمعين حوالين باز، فبيروح يدافع عنه لكن بياخدوا منه دراعه وبيقدروا إنهم يصلحوه. فوودي بيفهم إن الألعاب دي مش شريرة ولا حاجة، وإنهم كمان ساعدوا اللعبة اللي سيد بوظها. لكن فجأة الألعاب كلها بتسمع صوت سيد فبيجروا ويستخبوا ما عدا باز اللي ما بيتحركش من مكانه. وسيد بيكون معاه صاروخ عملاق وبيدور على وودي عشان يفجره بيه، لكن ما بيلاقوهوش، واللي بيلاقيه قدامه هو باز. فبيقرر إنه يربطه فيه وبيحط صندوق تقيل على البوكس اللي وودي مستخبي فيه. وسيد بيزعل جدا عشان بيكون في عاصفة بره، فبيقرر إنه يأجل الانفجار لبكرة. وبنلاقي إن وودي مش عارف يخرج من الصندوق اللي هو فيه، ولما بيطلب مساعدة باز بيقول له إنه مجرد لعبة وإنه ما يقدرش يساعد حد. فودي بيقول له إنه يكون مجرد لعبة حقيقية أحسن ما يكون رائد فضاء وهمي، وبيقول له كمان إنه أندي بيحبه أكتر منه عشان هو عنده أجنحة وليزر. وبيحزن وودي جدا عشان عارف إن دي الحقيقة. فباز بيتحمس وبيساعد وودي وبيزق الصندوق الكبير ده معاه وبيخرجه، لكن فجأة بيرن المنبه وبيصحى صيد من النوم وبياخد باز عشان يفجر الصاروخ. ولما وودي بيحاول يخرج وراه بيلاقي الكلب مستنيه، فبيقفل الباب قبل ما يدخل لهم الأوضة. وفي نفس الوقت أندي بيكون حزين جدا عشان جمع كل الألعاب ولسه مش لاقي باز ولا وودي، وبيكونوا هينقلوا النهاردة. لكن وودي بيجمع كل الألعاب وبيعمل خطة عشان ينقذ بيها باز، وبيقدر إنه يشتت انتباه الكلب ويخرجه بره البيت، وهو وباقي الألعاب بيخرجوا عشان يحرروا باز. لكن سيد بيقدر إنه يلاقيه وبيحطه على الشواية ومعاه عود كبريت، لكن وودي بيبدأ إنه يتكلم معاه ويرد على كلامه، وكل الألعاب بتبدأ إن هي تتحرك. وودي بيقول له إن الألعاب على طول شايفاه وسامعاه، فبيترعب سيد وبيخاف وبيجري. وودي بياخد باز وبيجروا عشان يلحقوا أندي، لكن عربية أندي بتكون مشيت بس بيقدروا إنهم يلحقوا عربية النقل. لكن الكلب بتاع سيد بيشوفهم وبيجري وراهم وبيقدر إنه يمسك وودي، فباز بيهجم عليه وبيقع، فوودي بيفتح الكراتين وبيخرج كل اللعب وبياخد العربية وبيرميها عشان ينقذ باز. وبالفعل بيقدر إنه ينقذه من الكلب،
لكن باقي الألعاب بيفتكروا إنه اتخلص من العربية زي ما اتخلص من باز، وبيعملوا فيه زي اللي عملوا فيهم وبيرموه من العربية هو كمان. فوودي بيركب مع باز وبيجروا بسرعة عشان يلحقوا عربية النقل، ولما باقي الألعاب بيشوفوهم بيفهموا إن وودي كان معاه حق وبيحاولوا إنهم يساعدوهم. لكن للأسف البطارية بتاعة العربية بتخلص، فوودي بيقرر إنه يولع الصاروخ بعود الكبريت اللي معاه، لكن بتيجي عربية من فوقه وبتطفيه. وودي بيحزن جدا، لكن بيلاقي إن الخوذة بتاعت باز بتعكس ضوء الشمس، فبيوجهه على الفتيل وبيولع الصاروخ اللي بينفجر بسرعة كبيرة، وبيرموا العربية لباقي الألعاب. وباز بيفرد جناحاته وبيقدر إنه يتحرر من الصاروخ قبل ما ينفجر. وودي بيفرح جدا إنهم لسه عايشين، وبينبهر إن باز قدر يطير. لكن باز بيقوله إن ده مسموش طيران، وإن اسمه وقوع بشياكة. وبيقعوا هما الاتنين في عربية أندي اللي بيفرح جدا أول ما بيشوفهم. وبعد فترة بنلاقي إن الألعاب عايشين حياة سعيدة في البيت الجديد، وبيعملوا نفس الخطة عشان يشوفوا ألعاب أندي الجديدة. ولكن بيلاقوا إنه من وسط الهدايا إنه فيه كلب حقيقي، وباز وبودي بيبصوا لبعض بابتسامة. وهنا بيكون خلص الفيلم. لو عجبك واستمتعت بيه ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو في كل مكان. سلام.